حرامي غسيل خلى مبيعاتنا تزيد الضعف. في يوم في بدايه سترة صحيت على مشكله غريبه جدا. ساعتها كان تاني كوليكشن شتوي لينا، وحد من فريق خدمه العملاء بعت لنا مشكله غريبه جدا. عميل بعت انه اشترى قطعتين، لبس قطعه منهم، بعد ما لبسها اتوسخت منه، غسلها حطها على حبل الغسيل، في حرامي غسيل خد القطعه. بعت يقول ان هو اشترى العرض ده اصلا عشان اللون ده كان عاجبه جدا والحرامي سرقه. ايوه يعني احنا مشكلتنا ايه؟ هو كان بيرد دايما يا عم عارف مش مشكلتك، بس انا متضايق، ده القطعه اللي انا عايزها وده اللون اللي انا عايزه والحرامي سرقه. فساعتها كان قراري سريع جدا، انا هاجي ابعت له نفس القطعه بنفس اللون تاني يوم على شركه الشحن. تاني يوم العصر كده بص لقيت اطول بوست فيدباك اتعمل في سترة. العميل اتصور مع الاوردر لما سلمه من شركه الشحن ونزل بوست صفحه ونص بيحكي بعفويه الموقف ده ازاي خلاه مبسوط وسترة فرقت معاه نفسيا. شيرنا البوست ده عندنا، وعلى غير العاده فرق جدا في مبيعاتنا الاونلاين. ساعتها في 2018 الاونلاين ما كانش لسه في زهوته، والناس ما كانتش تثق في البراندات الاونلاين، فمتخيلين سترة عملت ايه بتحل مشكله عميل هي اصلا مش مشكله. فالبوست ده ساعدنا جدا نبيع اونلاين، وبقت اقوى حمله تسويقيه لينا ببلاش. شاركنا في الكومنتات لو انت مكاني هتعمل كده ولا لا.